هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون والمستمعات الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا أنا صلاح محمد زين، أرحب بكم في منتدى مساء الأربعاء 24 من سبتمبر، والذي أستهله بتقديم نشرة الأخبار، يليها برنامج محطات مع الأستاذ أحمد القيسي، ثم تتابعون بعده اللقاء الذي أجراه الزميل يوسف إبراهيم بوليسي مع الناشط السياسي عبد الرحمن السيد، وقتا طيبا ومفيدا مع ساعة هذا المساء. واسلاك الشوق ذلك عارك هي تزيدك. اسجن جسمي وين تروح، روح الطارد فيك الروح، روح الطارد فيك الروح. اسجن جسمي وين تروح، روح الطارد فيك الروح. وحياة الدم المسفوح، وحياة الدم المسفوح، لاطلع لك في ليلة عيدك يا سجان تكسر جيدك، يا سجان تكسر جيدك. زنازينك لامت فيدك. سجاني واهم إن فكر إن عزيمة رح تتكسر، إن عزيمة رح تتكسر. سجاني واهم إن فكر إن عزيمة رح تتكسر. أنا مغروس بخصرك خنجر، أنا مغروس بخصرك خنجر. ما تقدر تخلعني بإيدك يا سجان تكسر جيدك، يا سجان. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار أستهلها بأبرز العناوين.
تدهور أوضاع المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، استمرار اختطاف اللاجئين بضواحي كسلة. الأنباء بالتفصيل. ذكر مواطنون تم إطلاق سراحهم في الآونة الأخيرة أن حقوق الإنسان في السجون الإريترية منتهكة إلى حد بعيد، وأن أوضاع المعتقلين تتدهور من سيء إلى أسوأ. جاء ذلك خلال إدلائهم بتصريحات لإذاعة المنتدى عقب هروبهم إلى السودان بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحهم وفق قرار عفو لا تعرف معاييره، وبعد مكوثهم في المعتقلات لفترات طويلة دون توجيه أي تهم أو تقديمهم إلى محاكمات. هذا وأكد هؤلاء المواطنون أنهم تعرضوا أثناء التحقيقات الأولية التي أجريت معهم إلى التعذيب القاسي، سواء بالضرب أو وضعهم في غرف فردية مظلمة لفترات طويلة، وسوء التغذية، مما أدى ذلك إلى مفارقة العديد منهم الحياة. كما أكدوا إلى تعرض الفتيات إلى انتهاكات جنسية مستمرة من قبل المحققين ومسؤولي السجون، خاصة أولئك اللاتي قبض عليهن وهن في حالة هروب على مشارف حدودنا مع الدول المجاورة. بالإضافة إلى ذلك أشار المطلق سراحهم إلى استشراء الفساد الإداري كالرشوة والمحسوبية، وأن أبناء وأقارب المسؤولين الذين يقبض عليهم لأسباب مختلفة يتم الإفراج عنهم في فترات قصيرة. من جهة أخرى، أكدت مصادرنا من مدينة أفعبت بإقليم الساحل أن المعتقلين المتواجدين بالسجن معيطر يعانون من انتشار أمراض الملاريا والتيفود، وقد أدى ذلك إلى وفاة 2 من المعتقلين في 11 من هذا الشهر، وهما في طريقهما إلى مستشفى بارنتو للعلاج بواسطة سيارة نقل، وجاءت وفاتهما نتيجة لعدم حصولهم على الإسعافات الأولية. كما توفي بتاريخ 18 من هذا الشهر وفي نفس المعتقل 3 من المعتقلين، من ضمنهم امرأة، نتيجة تعرضهم لمرض مجهول تسبب في معاناتهم بالإسهال وارتفاع شديد في حرارة الجسم واستفراغ مستمر وعدم حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، مما أدى إلى وفاتهم فورا. الجدير بالذكر أن إريتريا تشهد منذ فترة ليست بالقصيرة، خاصة بعد سبتمبر في عام 2001، اعتقالات تعسفية طالت الآلاف من المواطنين الذين لم يتسنى لهم الحصول على أبسط الحقوق القانونية، سواء تقديمهم إلى المحاكمات عادلة أو معرفة أماكن اعتقالهم أو الاتصال بذويهم. وتعج السجون والمعتقلات التي انتشرت كالسرطان في بقاع الوطن بالمواطنين والمسؤولين والصحفيين الذين طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية، فضلا عن أصحاب المعتقدات الدينية من الطائفتين الإسلامية والمسيحية. في إطار ممارساتها التعسفية، قامت أجهزة أمن النظام بتاريخ 14 من سبتمبر باعتقال 11 مواطنا من سكان منطقة راس دامة بضواحي مدينة عصب بحجة أنهم ينشطون في مساعدة الشباب على الهروب من البلاد، وقامت بالاستيلاء على ممتلكاتهم المتمثلة في 4 مراكب صيد، وزجت بهم في معتقل يطلق عليه عبد نفاس. وأكدت مصادر إذاعة المنتدى إن النظام وتنفيذا لسياسة التهديد والوعيد التي ظل يتبعها في تعامله مع المواطنين، قام بتحذير سكان رأس دامة بعدم الاتصال بقوات الدفاع الإريترية بأي شكل من الأشكال، وإذا ثبت العكس سيكون مصيرهم الاعتقال. جاء ذلك في اجتماع عقده عقب عملية اعتقال المواطنين المذكورين والذين ينشطون في حرفة صيد الأسماك. والجدير بالذكر أن النظام الذي بدأ منذ فترة طويلة بتحميل المواطنين تبعات سياساته الرعناء يقوم من حين إلى آخر باعتقال ذوي الهاربين من الخدمة العسكرية ما لم يدفعوا 50,000 نقفة كغرامة لهروب أحد أبنائهم. وتؤكد تقارير رسمية صادرة من المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن هروب المواطنين الإريتريين بمعدل 300 شخص في كل شهر. أكدت مصادر إذاعة المنتدى من السودان باستمرار اختطاف اللاجئين الإريتريين بضواحي مدينة كسلة، وتقوم به مجموعات من قبيلة الرشايدة الذين يطالبون ذوي المخطوفين بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 5,000 إلى 7,000 دولار أمريكي، وذلك نظير الإفراج عن أبنائهم. وحسب تصريحات إحدى المفرجات عنها رفقة أبنائها لإذاعة المنتدى بالمنطقة، أشارت إلى تعرضها إلى انتهاكات جنسية أثناء فترة الاختطاف، وأنها تم الإفراج عنها عقب دفع المبلغ المطلوب. وفي السياق ذاته اختطفت بتاريخ 20 من شهر سبتمبر الحالي 6 فتيات إريتريات كن في طريقهن للخرطوم قادمات من معسكر الشقراب، وذلك بمنطقة حجر في ضواحي العاصمة السودانية.
وذكر لاجئون كانوا يرافقون الفتيات المختطفات بأنهم تعرضوا عند الساعة 10 مساء لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، وقاموا بتهديدهم بالقتل، ولكن اكتفوا باختطاف الفتيات الست واختفوا، ولا يعرف مصيرهن أو مكان تواجدهن حتى اللحظة. من جهة أخرى، تعرضت سيارة كان على متنها لاجئون إريتريون وهي في طريقها من مدينة القربة إلى الخرطوم إلى حادث سير أدى إلى إصابة العديد من اللاجئين بجروح متفاوتة، ويتواجدون الآن بمستشفى كسلة لتلقي العلاج. وحذرت مصادرنا من السودان إلى أن الطريق البري الرابط بين الشقراب والخرطوم يعج بعصابات الإتجار بالبشر، ودعت اللاجئين الإريتريين إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية أثناء السفر بالطرق غير الشرعية. ويذكر أن السنوات القليلة الماضية شهدت الحدود السودانية الإريترية انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر، اتهمت بالضلوع فيها الأجهزة الأمنية في كل من إريتريا والسودان ومصر حسب تقارير إعلامية وحقوقية صدرت مؤخرا. نهاية النشرة. حجب الرمل السجن وأصنع مقلاع ورشاش ومدفع، مقلاع ورشاش ومدفع. حجب الرمل السجن وأصنع مقلاع ورشاش ومدفع. أنا طالع وضل توقع، أنا طالع وضل توقع. ناري تولع فيك بإيدك يا سجان تكسر قيدك، يا سجان تكسر قيدك. زنازينك لامت بيدك. نازل لك من تحت الدور، نازل لك من تحت الدور. طالع لك من فوق السور، نازل لك من تحت الدور. عالباغي رح يجي الدور، عالباغي رح يجي الدور. هذا وعد استنى وعيدك يا سجان تكسر قيدك، يا سجان تكسر قيدك. زنازينك لامت بيدك، يا سجان تكسر قيدك. زنازينك لامت بيدك. واسوارك واسلاك الشوك، ذلك عارك هي تزيدك يا سجان تكسر قيدك. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. المقياس دائما على النتائج والحصيلة. حين نرى المشهد الآن نجد حجم الخسارة التي مني بها هذا الشعب. ما جرى من ممارسات طوال فترة الستينات بغض النظر عن الدوافع كانت لها سلبيات مريرة على وحدة الهدف الوطني، وتلك خسارة. الحرب الأهلية التي أعلنتها جبهة التحرير الإريترية كانت جريمة. التصفيات التي جرت في كلا التنظيمين كانت جريمة. العجز والتعنت في وحدة الأداة التنظيمية بين التنظيمين جبهة التحرير الإريترية والجبهة الشعبية كانت جريمة. تصفية جبهة التحرير من خلال الحرب التي قامت بها الجبهة الشعبية كانت جريمة.
تبديد إمكانيات الثورة البشرية والمادية في حروب متنوعة خارج إطار المواجهة الحقيقية كانت جريمة. التصفيات التي قامت بها الشعبية لبعض كوادر الجبهة كانت جريمة. الإقصاء تجاه الآخرين ممن كان لهم دورا في الثورة مع بداية التحرير كانت جريمة. استغلال السلطة في تصفية حسابات قديمة مع بداية التحرير كانت جريمة. وبعد الاستغلال ارتفع سقف الجرائم إلى الحد الذي لا يصدق، يجعلك تلعن الاستقلال والذي أتى بالاستقلال. لا نظام ولا دستور ولا قانون. الزج بالآلاف إلى السجون والمعتقلات، اغتيالات بلا حساب، إقصاء بلا حساب وبدون اعتبار، استنزاف مريع لإمكانيات بلد فقير في كل شيء، استنزاف قدراته البشرية وقدراته الاقتصادية، عداوات غير مبررة أدت إلى عزلة تامة لبلد ناشئ، القضاء شبه التام بكل من كان له دور في التجربة السابقة كعملية قضاء مبرم للماضي، وذلك من خلال تصفية مقصودة للقيادات السابقة. الإصرار بالسير بنهج مضر للوحدة الوطنية مما يضع مصير البلاد في كف عفريت. وفي الجانب الآخر معارضة عاجزة بصورة تامة سوى في توحيد صفوفها أو في رسم استراتيجية نابعة من الواقع الحقيقي للبلاد والشعب. إثيوبيا البلد ذو التأثير المباشر والمؤثر وحساباتها المستقبلية، وحاليا ها هي تدق طبول الحرب والانتقام. هذا هو الواقع إذا أردنا أن نستذكر بواقعية عن ما آلت إليه أحوالنا. هذه المناسبة يجب أن تكون وقفة حقيقية مع الذات وبضمير حي وبمسؤولية أمام الله والشعب وبأمانة لأرواح مئات الآلاف من الشهداء الذين ماتوا بحق في مواجهة معارك الكرامة والعز، والذين ماتوا باطلا في حروب حمقاء لنظام أحمق، والذين يموتون بشكل يومي في هروبهم الكبير في مختلف أركان هذا العالم، والذين يتعذبون في قياهب سجون ومعتقلات في طول البلاد وعرضها، واللاهثون في الطوابير الطويلة بحثا عن قطعة خبز لأبنائهم. نقول بصوت عال: لقد فشلنا. لا مخرج من خلال أطنان الأوراق المليئة بالتحليلات واللعنات والمهرجانات والأغاني. هذا الموت المجاني الذي نراه بشكل يومي يجب أن يتحول إلى موت ذو معنى إن كنا نبحث عن حياة كريمة. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. هذه البلاد شقة مفروشة يملكها شخص يسمى عنه. هذه البلاد شقة مفروشة يملكها شخص يسمى عنه، يسكر طول الليل عند بابه ويجمع الإيجار من سكانه ويطلب الزواج من نسوانه ويطلق النار على الأشجار والأطفال والعيون والضفائر المعطرة. هذه البلاد كلها مزرعة شخصية لعنتر، سماؤها، هواؤها، نساؤها، حقولها المخضوضة، كل الشبابيك عليها صورة لعنتر، كل الميادين هنا تحمل اسم عنترة يقيم في ثيابه، في ربطة الخبز وفي زجاجة الكولا وفي أحلامنا المحتضرة.
في عربات الخس والبطيخ، في الباصات، في محطة القطار، في جمارك المطار، في طوابع البريد، في ملاعب الفوتبول، في مطاعم البيتزا، وفي كل فئات العملة المزورة. مدينة مهجورة مهجرة، مدينة مهجورة مهجرة، لم يبق فيها فأرة أو نملة أو جدول أو شجرة، لا شيء فيها يدهش السياح إلا الصورة الرسمية المقررة للجنرال عنه في غرفة الجلوس، في ميلاده السعيد، في قصوره الشامخة البادئة المتوجة. ما من جديد في حياة هذه المدينة المستعمرة، فحزننا مكرر وموتنا مكرر ونكهة القهوة في شفاهنا مكرر. فمنذ أن ولدنا ونحن محبوسون في زجاجة الثقافة المدونة واللغة المدونة، ومذ دخلنا المدرسة ونحن لا ندرس إلا سيرة ذاتية واحدة تخبرنا عن عضلات عنتر ومكرمات عنتر ومعجزات عنتر، ولا نرى في كل دور السينما إلا شريطا عربيا مضجرا يلعب فيه عنتر. لا شيء في إذاعة الصباح نهتم به، لا شيء في إذاعة الصباح نهتم به، فالخبر الأول فيها خبر عن عنتر، والخبر الثالث والخامس والتاسع والعاشر فيها خبر عن عنتر. لا شيء في البرنامج الثاني سوى عزف على القانون من مؤلفات عنتر. لا شيء في البرنامج الثاني سوى عزف على القانون من مؤلفات عنتر، ولوحة زيتية من خربشات عنتر، وباقة من أردأ الشعر بصوت عنتر. هذه بلاد يمنح الكتاب فيها صوته لسيد المثقفين عنتر، يجملون قبحه، يؤرخون عصره، وينشرون فكره، ويقرعون الطبل في حروبهم الضبط. لا نجم فوق شاشة التلفاز إلا عنه، بقده المياس أو ضحكته المعبرة، يوما بزي الدوق والأمير، يوما بزي الكادح الفقير، يوما على دبابة روسية، يوما على مجنزة، يوما على أضلاع المكسر. صوت المنتدى. في إطار اللقاءات التي تجريها إذاعة المنتدى بالفعاليات السياسية والحقوقية والأكاديمية الإريترية، نلتقي اليوم بالناشط الحقوقي والأكاديمي الأستاذ عبد الرحمن سيد، وفي معرض رده على باكورة أسئلتنا التي كانت حول مخرجات منتدى بريتوريا الذي عقد في مايو الماضي، وعلاقته بندوة فرانكفورت التي عقدت على هامش مهرجان إريتريا عام 2014 في أغسطس الماضي، جاء رده على النحو التالي: بالنسبة لملتقيات هذا المهرجان أو ندوات هذا المهرجان،
يوم الجمعة كان يتعلق حول قرارات وإعلانات سمينار بريتوريا الذي تضمن عدة نقاط، من ضمنها الأزمات الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في إريتريا وكيفية التعاطي معها، ويعني محاولة إبراز هذه القضية في المحافل الدولية، وكذلك تشجيع المنظمات الحقوقية الإريترية التي تعمل في هذا المجال للعمل معا تحت مظلة مشتركة تساعد في التعاون بينها وكذلك في التكامل فيما تستطيع فعله. بالنسبة للمحاورة الأخرى كانت حول المرحلة الانتقالية والعدالة الانتقالية وأهميتها، وكيف يمكن الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بمراحل انتقالية بالذات من الدكتاتورية أو من صراعات حروب أهلية وغيرها إلى الديمقراطية ودولة العدالة والدستور. هذه المرحلة تسمى أو تعرف بالمرحلة الانتقالية ما بين الاثنين، ولها دور كبير وحاسم في مستقبل الدولة ومستقبل التعايش السلمي. فهذه القضية يعني أعطيت اهتمام من حيث الدراسة والمتابعة، ومن ثم محاولة تقريبها إلى الواقع الإريتري، ليس بالضرورة نقل تجارب الآخرين كما هي إلى وإسقاطها على التجربة الإريترية، ولكن محاولة تقريبها ومن ثم الاستفادة من تلك التجارب بما يتلائم مع الواقع الإريتري. الأمور الأخرى هي كانت القضايا الاقتصادية. طبعا في كثير من الأحيان القضايا الاقتصادية يعني لا تحظى باهتمام كبير في ظل التركيز في قضايا حقوق الإنسان والأمور السياسية، ولكن القضايا السياسية القضايا الاقتصادية هي جزء من أي معادلة سياسية. ما لم تكن هنالك معالجات اقتصادية في مسائل الدستور، في مسائل توزيع الثروة بشكل عادل وإيجاد فرص العمل للشباب، وأيضا معالجة الفقر وأسبابه، القضايا السياسية لا تكون سليمة. فبالتالي المسألة الاقتصادية مهمة جدا. الجانب الآخر في إريتريا حاليا لا يعرف مصادر الدولة أين تأتي، من أين تأتي وإلى أين تذهب، لا أحد يعرف عنها. والنظام الهجدف يمارس نوع من المافيوية، ما يسمى بال يعني اقتصاد المافيوي، اللي هو اقتصاد التهريب والمتاجرة الغير شرعية أو المشروعة وأمور مخالفات كثيرة، وفي نفس الوقت محاربة النظام الرسمي من قبل النظام الهجدف نفسه من خلال تشجيع الأعمال الغير مشروعة، وكذلك من خلال محاربة القطاع العام والخاص في آن واحد. فالكثير من القطاعات لا تحظى بأي حماية من التسلط والسطو للنظام، وكثير من الإريتريين الذين حاولوا الاستثمار في الدولة يعني تم مصادرة أملاكهم ومصادر يعني تمويلهم وإفلاسهم يعني بشكل ممنهج. وكثير من الإريتريين أيضا يعني تم السطو على ممتلكاتهم من خلال أولا تشجيعهم على شراء البونز بتاعت البنوك أو حتى المشاركة بأسهم من خلال شراء الأسهم في شركات زي نغفة وغيرها، ومن ثم الإعلان أن هذه الشركات ليس لها وجود ودون أي تقرير حسابات أو غيرها. فبالتالي هناك من الناحية الاقتصادية ستواجه الدولة والشعب يعني صعوبات كثيرة، ومعالجتها ستحتاج إلى سياسات واستراتيجيات واضحة تأخذ في الاعتبار هذا الواقع
الواقع المؤلم الذي تعيشه إريتريا، ومن ثم تحاول معالجة هذا الأمر. ولكن نحن كشباب وكدارسين وغيرنا من الناشطين الاهتمام بهذا الجانب من خلال الدراسات وجمع المعلومات وتقديم يعني بعض المقترحات للمعالجات الاقتصادية التي قد تحتاجها إريتريا في الوقت الحاضر وكذلك في المستقبل القريب والبعيد. مثل هذه الأمور المهمة نوقشت، كذلك المسائل المصالحة الوطنية والتي قسمت إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل سقوط النظام ومرحلة ما بعد سقوط النظام. هذه المراحل أعطيت اهتمام. ما قبل سقوط النظام طبعا ممكن أن يتم مصالحة بين التنظيمات والتغريب والحوار والأمور هذه كلها ممكن تجري الآن في الخارج. وما بعد سقوط النظام ممكن تكون هنالك مصالحة في داخل إريتريا من خلال عقد مؤتمرات وندوات ومعالجة كل القضايا العالقة من انتهاكات لحقوق الإنسان وغيرها، وبالتالي تقريب وجهات النظر ودفع الإريتريين بكل أطيافهم السياسية والثقافية إلى العمل المشترك نحو الأهداف والمصالح المشتركة للمواطنين إن شاء الله. فمثل هذه الأمور حاولنا إيضاحها يوم أمس في الندوة حول يعني مخرجات ملتقى جنوب أفريقيا أو مؤتمر بريتوريا. ندوة اليوم طبعا كانت حافلة بكثير من النشاطات يوم السبت، لكن الندوة الأخيرة التي أنا شاركت بإدارتها كانت تتعلق بعدة قضايا، من ضمنها مشاركة الشباب والمرأة بالدرجة الأولى، وعملية التحديات التي تواجه إسقاط النظام وما بعد إسقاط النظام، كذلك عمل الإعلام في توجيه الرأي العام، وكذلك أيضا ترشيد الخطوات السياسية والنضالات التي يقوم بها الإريتريون بكل أطيافهم لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في إريتريا. فهناك الكل وافق أننا بحاجة إلى إعلام قوي ومستقل ومهني يمارس عمله بشكل مهني لإبراز القضايا المهمة، القضايا الوطنية، قضايا التسامح، قضايا التعايش السلمي، وقضايا الحقوق بكل أشكالها وبكل أنواعها، من حقوق فردية إلى حقوق جماعية، حقوق ثقافية، حقوق سياسية، اقتصادية، كل هذه الأمور إبرازها، ومن ثم أيضا رفع الوعي الإنسان الإريتري بمثل هذه القضايا من خلال الإعلام الهادف الذي يساعد في إرشاد دفة السياسة الإريترية نحو أهداف يعني بناءة ومفيدة. أعتقد كانت هذه القضايا محور النقاش، وطبعا كان تفاعل من الحضور، تفاعل إيجابي، الكل شارك بآراء، والحمد لله أعتقد الكل خرج أيضا بانطباعات إيجابية بشكل عام. وطبعا العمل لا ينتهي في مثل هذه الندوات، فسيحتاج كله المتابعة من خلال لجان ومن خلال أيضا المنسقيات والنشاطات الأخرى القائمة حاليا. ما كان بارزا في هذا المهرجان هو حضور منظمة مدرخ والمنتدى الإريتري للحوار الوطني، وبقيادة الأخ السفير عند برهان ولد جيورغيس، وكذلك آخرون من جنوب أفريقيا ممثل للحركة الإريترية للديمقراطية وحقوق الإنسان السيد تسفالم أرايا، وآخرون أيضا من النساء والشباب كان لهم حضور إيجابي، وهذا بالتالي يعني كان له دور يعني فعال. والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني أيضا المشاركون كانوا من التنظيمات التي لها وجود في الساحة الإريترية، مثل جبهة تحرير إريتريا والحزب الإسلامي للعدالة والديمقراطية والحركة الفيدرالية والمنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني ومثل السدري وآخرون، كلهم مشاركتهم كانت جميلة جدا يعني في الندوة، وكذلك من خلال رسائل التضامن التي تقدموا بها. من خلال السرد الذي تقدمت به السيد
عبد الرحمن، هل تعتقد بأن هنالك توجه في الوقت الحالي إلى خلق آلية معينة، آلية تنسيقية ما بين التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني؟ نعم، هذا يوجد منذ 2011. نحن قمنا بتأسيس المنسقية الوطنية للقوى الوطنية الديمقراطية الإريترية، وهذه المنسقية تعمل منذ ذلك الحين، ومن الأعضاء المؤسسين لها حزب الشعب الديمقراطي الإريتري، وكذلك الحركة الإريترية للديمقراطية وحقوق الإنسان والتي مقرها جنوب أفريقيا. ومن الأفراد البارزين الأستاذ محمد سعيد كلو، والأستاذة منى عبد القادر وآخرون. بالتالي هذه المنسقية ظلت تعمل منذ 2011 في تنسيق المواقف ودعم المنضوين تحتها في مشاريعهم، سواء كانت السياسية أو الاجتماعية والثقافية. وحضور المنسقية أيضا وإقامة السمينار الأول لمهرجان إريتريا في فرانكفورت الذي يقيم يوم الجمعة كان تحت إشراف المنسقية الوطنية المعروفة. وكذلك مشاركاتنا في جنوب أفريقيا في مؤتمر بولونيا وغيره. هذا يعتبر جزء من النشاطات والتنسيق في بين القوى الوطنية من منظمات مجتمع مدني، وكذلك من الأحزاب والمنظمات السياسية والأفراد العاملون في النشاطات المختلفة. فهذا موجود. وأيضا خارج هذه المنسقية الوطنية هناك أيضا منسقيات مختلفة تعمل في إطار مثلا في لندن تجمع كل التنظيمات السياسية والمنظمات المجتمع المدني، وتنسق فيما بينها في إقامة مظاهرات سنوية، وكذلك أحيانا مهرجانات واحتفالات بمناسبات وطنية. هذه المنسقية فعلا لها وجود منذ سنوات طويلة، يعني تكاد تكون ممكن 10 أو أكثر من 10 سنوات تعمل هذه المنسقية الموجودة في لندن، والتي تجمع المنظمات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية. لا ما يبدو أيضا في تنسيق أو تنسيقيات مماثلة في كل تقريبا بلدان العالم التي يتواجد فيها الإريتريون. الآن ما نسعى إليه هو جعل إعلان بريتوريا يكون منسقية جامعة لكل الذين شاركوا ويؤمنوا بالأهداف وممكن أن يعملوا في هذا الإطار، والباب سيكون مفتوح ليس فقط لمن شارك في مؤتمر بريتوريا، ولكن حتى للآخرون الذين قد يتفقون مع الأهداف والمبادئ وخطط العمل وبالتالي يريدون أن يساهموا فيها، سيكون الباب مفتوح. فالآن هناك في اتفاق وظاهرة عامة للعمل المشترك، فالشراكات هذه إن شاء الله تكون هي السمة التي ستستمر في الأيام القادمة والشهور القادمة إن شاء الله. ما يميز هذه الشراكات عن شراكات أخرى سيكون البناء على الأهداف المشتركة بأعلى مستوى، بدل ما يكون أدنى مستوى بأعلى المستوى، بمعنى أن الآن الكل يعمل بكل جهده في ما يتفق حوله في هذه المرحلة وفي المرحلة القريبة ما بعد تغيير النظام في إريتريا. يعني فهذه المسائل ينبغي أن تأخذ يعني أكبر حيز من أي اهتمام لأي منظمة لأي تنظيم، بدل ما يكون كما كان في السابق يعني الاتفاق حول أهداف الحد الأدنى ومن ثم العمل أيضا بالحد الأدنى ولا تقدم كثير. الآن يكون الاتفاق حول الحد الأعلى، إعطاء أنه هذه المرحلة النضالية والمرحلة الانتقالية أولوية. بعد كده لما يكون لك دولة دستورية وقوانين أحزاب وغيرها، تعال بما لديك من برامج سياسية وانزل في الساحة وفقا للقانون والدستور واعرض بضاعتك، يعني من دستور من برنامج سياسي، وتطرح للانتخابات، وإذا فزت بالانتخابات تقيم حكومة وتدير بها الدولة وفقا لهذا البرنامج بما أعطيت من صلاحيات من قبل الشعب الإريتري.
لكن حتى ندخل في هذه المرحلة ينبغي أن نعمل الآن على برنامج هذه المرحلة والمرحلة الانتقالية يعني. فهذا ما نسعى إليه، وهذا يمكن أن يتحقق من خلال العمل المشترك. يعني لسنا بحاجة إلى جمع كل من هب ودب ليعمل في مظلة واحدة، يعني هذا لا يساعد ويعيق في أكثر الأحيان. ما هو مطلوب هو كل من يعمل، من هو موجود في الساحة ويؤمن بالأهداف والمبادئ المتفق حولها يستطيع أن ينسق أعماله. فالتنسيق والشراكة هو الآن الذي سيكون سمة العمل المشترك في هذه المرحلة القادمة إن شاء الله. في إطار ما ذكرته الآن دور منظمات المجتمع المدني، كما نعلم منظمات المجتمع المدني في الدول المتقدمة هو دور تكميلي أو كأداة ضغط يعني. كما نلاحظ في الحالة الإريترية تختلف لأنه الوضع كله محصور في السياسة. بالتالي هل تعتقد هنالك أهمية لتنسيق ما بين منظمات المجتمع المدني؟ ما هي الآلية الممكن يعني تدفع بالعمل المعارض نحو الأمام؟ هو طبعا كان مذكور اليوم في الندوة ما قالته الأخت الماز زرعي حول إقامة يونايتد فرونت، الجبهة المتحدة. الجبهة المتحدة هي نوع من الشراكة أو مشابهة للمنسقية التي كنا نتحدث عنها. وحتى في المنسقية عندما كنا نقيم المنسقية من ضمن التجارب اللي درسناها كانت تجربة جنوب أفريقيا والجبهة المتحدة في جنوب أفريقيا، الجبهة المتحدة الديمقراطية التي كانت تجمع بين المؤتمر الوطني وبين القساوسة مثل ديزموند توتو ومنظمات شبابية وأخرى يعني. كل هذه كانت تحت مظلة UDF United Democratic Front، وعملت مع بعض لهزيمة النظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. نحن بحاجة إلى مثل هذه الجبهات المتحدة تسمى ما تسمى، ولكن يكون الجبهة المتحدة هذه تعمل مع بعض لتحقيق أهداف معينة بكل ما أوتيت من قوة يعني. ما يكون مجرد مؤتمرات سنوية تجتمع وتفترق يعني، إنما يكون عمل دؤوب ومدروس ويكون مستمر يعني، لا يتوقف عند إقامة مؤتمر في مرة في كل سنة يعني، وإنما يكون عمل مدروس يقيم كل فترة وأخرى حتى تتحقق الأهداف المرسومة لمن يأتي في مثل هذه الجبهات يعني. هذا إن شاء الله يعني هو العمل الذي سميته أنه سيكون عمل في مظلات أو في يعني آليات تشرك من هو موجود في الساحة في العمل يعني. من هو ليس موجود طبعا بما ليس بالضرورة أن يكون معك يعني. هنا عشان كده في توضيح ويعني فصل ما نعنيه بالوحدة وبين ما نعنيه بالعمل المشترك يعني. الوحدة طبعا الغالب هو أن كل من هو موجود أن يكون يتوحد تحت مظلة واحدة وكذا يعني. هذا طبعا حاليا ليس هو الأولوية. الأولوية أن الناس أن تعمل مع بعض، أن تبني الثقة فيما بينها من خلال العمل، من خلال التضحيات، من خلال التكامل. دور التكامل مهم جدا يعني. هناك مثلا منظمات مجتمع مدني تعمل في جبهات مختلفة مختصة بشؤونها، سواء كانت حقوق المرأة، حقوق الطلاب، حقوق العمال، حقوق الإنسان، حقوق وغيرها من المنظمات المهنية وغيرها. هذه تعتبر طبعا كلها منظمات مجتمع مدني تعمل في مجالاتها. وكذلك الأحزاب السياسية ودورها وشراكاتها وصداقاتها. الأحزاب السياسية الأوروبية كما لاحظنا اليوم كان حضور مثلا للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، وعبرت عن صداقتها، والممثل التي يعني أتت إلى المهرجان مندوبة عن هذا الحزب، كذلك أيضا مندوبة عمدة فرانكفورت. وكل هؤلاء يعتبروا يعني جزء من الصداقات السياسية الحزبية القائمة بين حزب الشعب الديمقراطي الإريتري وهذه المنظمات. كذلك سمعنا أيضا في تقرير رئيس حزب الشعب ومشاركته في مؤتمرات دولية للاشتراكية الدولية، سواء كانت التي عقدت في أفريقيا أو المظلة التي أقيمت حديثا وهم كانوا أعضاء مؤسسين. فمن خلالها هم يستطيعوا أن يمارسوا نوع من الدبلوماسية المؤسساتية، لأن بعض هذه الأحزاب في أوروبا وفي غيره لها وجود أيضا في السلطة.
يعني سواء كان كشريك في السلطة أو كمان حتى كحكومات، وبالتالي من خلالهم يمكن أن يمارسوا النشاط الدبلوماسي للمصلحة الإريترية. وكل هذا يكمل بعض طبعا، وطالما موجود هناك يعني أرضية وآليات تشرك الجميع في العمل كما نفعل نحن في المنسقية الوطنية. بنتابع أعمال كل المنضوين تحت هذه المنسقية ونساعد بعض في تحقيق ما نرجو إليه. يعني السؤال الأخير أستاذ عبد الرحمن، هل تعتقد أن إشكاليات التي حصلت عقب ما يسمى بالربيع العربي وحروب أهلية ومشاكل سياسية ضخمة ومعاناة بيعانيها الشعوب هذه، هل تعتقد أن هنالك أمل لتفادي هذه الإشكالات في إريتريا عقب سقوط هذا النظام؟ لا يوجد أمان للأسف الشديد، لأنه الخراب هو أسهل حاجة ولا يحتاج إلى جيش جرار. يعني كل مخرب قد يكون شخص واحد ممكن يكتب بأسماء مستعارة ويفتن الناس يعني كقبائل وكعشائر وكمناطق وغيره يعني، ويشعل النار. يعني إشعال النار من أسهل الأمور، إطفاؤه هو الصعب. فبالتالي نحن لسنا بمأمن من مثل هذه الشرور، يعني ما لم نستطيع أن نحسن أنفسنا يعني من خلال التوعية العامة والإعلام القوي والوعي السياسي والوعي القانوني والوعي الثقافي والإرث التراثي القائم في إريتريا والتعايش المعروف بين الإريتريين كشعوب وقبائل وغيرها. ما لم نحافظ على هذه الأمور بجهد وجبار قد نتعرض إلى كل المخاطر التي تعرض إليها الشعب الصومالي والشعب الليبي والشعب السوري وغيره من الشعوب حولنا. يعني هي ليست أقل شأنا مننا، هم أيضا مثلنا، يعني لهم ثقافة وإرث وكل شيء. لكن كما قلت يعني بالنسبة للخراب، نحن الآن لدينا نظام مافيوي لا يعمل، ليس يعني لا يعمل بأي قانون أو مؤسسات. لا توجد مؤسسات دولة، يعني لا حتى الإنسان لا يستطيع أن يميز بين ما هو حكومة وما هو حزب أو جبهة وغيره. يعني بالإضافة حتى الحزب اللي يسمى بالهكدف لا يعتبر حزب بالمعايير الحزبية المعروفة، لا يعقد اجتماعات دورية ولا له مجلس تشريعي ولا تنفيذي وغيره. يعني أعضاؤه يسجنوا ويقتلوا ولا أحد يسأل عنهم. يعني فبالتالي هناك فعلا أزمة وفراغ في السلطة يعني قائم منذ أكثر من 10 سنوات في إريتريا، وهذا الجو ما يساعد يعني، بل بالعكس الآن هناك أيضا جنرالات يعني أصبحوا مهربين للبشر ومتاجرين بالتجارة الغير شرعية والعابرة حتى للحدود، التهريب وغيره يعملون فيه. يعني فهؤلاء كلهم الآن هم مشاريع فتنة ومشاريع عدم استقرار لإريتريا المستقبل، ما لم يتم تحييدهم بأسرع وقت ممكن وتقديمهم إلى محاكم، أو كمان حتى إذا كان سيعفى عنهم ينبغي أن يكون بشروط معينة يعني حتى لا يتحول إلى مشاريع فتنة في الدولة، سواء كان من خلال عدم الاستقرار أو كمان حتى من خلال ارتكاب الجرائم أو الاستمرار عليها. يعني بالإضافة طبعا هناك أيضا الكثير من تجار السياسة، ما أسميهم أنا تجار السياسة، من يحاول أن يعني يوجد نوع من عدم الثقة ليس فقط بين أبناء القبائل المختلفة والمناطق المختلفة، ولكن حتى مع بين أبناء الأحزاب والناشطون يعني وغيرهم. يعني فالكثير من الاتهامات تقال يعني للناس وهم أبرياء منها. يعني تسمع أنه هذا الحزب أو هذا الشخص ينتمي إلى الهكدف أو هذا عميل لفلان وذاك خائن لعلان وهكذا. يعني فكل هذه الأمور طبعا لا تشجع أن يكون الانتقال سلس ويعني دون أي شوائب ومشاكل. بالإضافة إلى هذا طبعا هناك أيضا من يتحدث حتى وإن كان عمليا لا يستطيع فعله، لكن من يتحدث أيضا ممارسة العنف والنضال المسلح وغيره. يعني طبعا كرد فعل قد نتفهم مثل هذه الانفعالات أو ردود الأفعال نحو النظام، باعتبار أن النظام يمارس العنف أيضا ويمارس البطش وكل أنواع الإرهاب وغيره. يعني لكن يعني
دائما عندما يكون عندك أحزاب ومنظمات وكل تنظيم يكون له جيش أو ميليشيا خاصة به، يعني هؤلاء طبعا فيما بعد عندما يكون فراغ في السلطة سيصبحون سلطة قائمة بذاتها، سواء كان على مستوى الدولة ككل أو كمان على مستوى المناطق ومناطق النفوذ، يعني سواء مناطق النفوذ الإقليمي أو القبلي أو غيره يعني. وهذا الذي يحصل في ليبيا الآن، يعني باعتبار أنه كل كتيبة تسيطر على منطقة تعتبرها هي نفسها سلطة قائمة في هذه المنطقة، ولا تسمح لأي حد أن يتدخل حتى للسلطة المركزية يعني. وهذا الذي جرى أيضا في لبنان منذ عام 1975 إلى هذا اليوم. الدولة اللبنانية تعتبر من أضعف الدول في المنطقة باعتبار الحزب أقوى من الدولة. يعني إنسان لو ارتكب جريمة في مكان ما واحتمى بحزبه الطائفي في لبنان مثلا يكون محمي. الدولة أو الشرطة التابعة للدولة لا تستطيع أن تدخل في هذه المنطقة وتأخذ هذا الإنسان إلى العدالة، يعني لا تستطيع أن تمارس سلطاتها وصلاحياتها. فبالتالي وجود تنظيمات تعتقد أن هي تنظيمات معارضة وبالتالي تحاول يعني ممارسة الكفاح المسلح من خلال إنشاء يعني مجاميع عسكرية تابعة لها، هذا طبعا مؤشر غير مشجع. يعني أنا أتفهم فعلا وجود مثل هذه المنظمات كرد فعل للنظام الإرهابي القائم في أسمرة، ولكن وجودها كوجود بالتأكيد من الجانب الآخر لا يشجع عملية التحول الديمقراطي، لأنه في ظل الحروب والجو الحروب والأمور هذه العدالة والديمقراطية هم أول ضحاياهم، وهذا ما شاهدناه في كل الدول يعني. فعليه سنكون نحن بحاجة إلى تشجيع الناس أن لا يحاولوا ممارسة أي وسيلة تؤدي أو تضر بالاستقرار والعدالة والانتقال السلس إلى الديمقراطية، لأنه ما نقوم به الآن سيكون له انعكاس مباشر غدا على الساحة الإريترية في المرحلة الانتقالية وما بعدها، لأن المرحلة الانتقالية هي التي تحسم توجه الدولة إذا كان نحو الاستقرار أو الانهيار. يعني نحن الآن نشاهد في ليبيا مثلا متجهة إلى الانهيار، وسوريا كذلك، يعني العراق كذلك. فبالتالي نحن أين نريد أن نذهب؟ نحو الانهيار أم الاستقرار؟ إذا كنا نريد أن نذهب إلى الاستقرار فنحاول أن نمارس الوسائل أو نستخدم الوسائل التي تساعدنا لإنجاز مثل هذه الأمور يعني. لكن لا نبالي بما سيحصل فيما بعد، والمهم أن يكون لنا الآن قوة عسكرية ضاربة على الأقل نمارس بها سلطاتنا وحقوقنا وأمور هذه في مناطق نفوذنا وكذا. طبعا هذا سيضعف الدولة وأيضا سيهدد الاستقرار فيما بعد يعني. هذا ما نخشاه، ولكن إن شاء الله مع كل هذه المعطيات نأمل أن يتفاهم الإريتريون فيما بينهم ويبنوا وسائل تكون أكثر نجاعة، وبدليل أننا الآن نحن نحرج النظام في المحافل الدولية بالوسائل السلمية يعني دون أن نحتاج إلى ممارسة أي نوع من الوسائل العسكرية يعني. والآن التقارير الأمم المتحدة، المقرر الخاص واللجان التحقيق وغيرها كل هذه أصبحت تحاصر النظام. أكثر من هذا أيضا الحصار الاقتصادي، حتى الإريتري لو توقف عن دفع 2% هذا يضر النظام أكثر من أي طلقة تطلقها على مسكين مجند في الحدود، في سواء كان الحدود الجنوبية ولا الحدود الشرقية والغربية من إريتريا يعني. فلهذا السبب أن نختار الوسائل التي تكون هي أنجع وأفضل من تلك التي تهدد الاستقرار وتهدد أيضا الانتقال السلس إلى العدالة. أستاذ عبد الرحمن، بتمنى لك التوفيق في كل المساعي وأشكرك على هذا اللقاء وباسمك وباسم المستمعين. شكرا لك الأخ يوسف، وأنا سعيد بهذا اللقاء بك وبمستمعين صوت المنتدى، وأتمنى لكم التوفيق، وربنا إن شاء الله يحقق لنا الآمال ونعود إلى أوطاننا آمنين سالمين غانمين، وإن شاء الله يعود إلى إريتريا السلم والأمان والاستقرار والرخاء للشعب الإريتري. شكرا لك. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار أستهلها بأبرز العناوين.
تدهور أوضاع المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، استمرار اختطاف اللاجئين بضواحي كسلة. الأنباء بالتفصيل. ذكر مواطنون تم إطلاق سراحهم في الآونة الأخيرة أن حقوق الإنسان في السجون الإريترية منتهكة إلى حد بعيد، وأن أوضاع المعتقلين تتدهور من سيء إلى أسوأ. جاء ذلك خلال إدلائهم بتصريحات لإذاعة المنتدى عقب هروبهم إلى السودان بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحهم وفق قرار عفو لا تعرف معاييره، وبعد مكوثهم في المعتقلات لفترات طويلة دون توجيه أي تهم أو تقديمهم إلى محاكمات. هذا وأكد هؤلاء المواطنون أنهم تعرضوا أثناء التحقيقات الأولية التي أجريت معهم إلى التعذيب القاسي، سواء بالضرب أو وضعهم في غرف فردية مظلمة لفترات طويلة، وسوء التغذية، مما أدى ذلك إلى مفارقة العديد منهم الحياة. كما أكدوا إلى تعرض الفتيات إلى انتهاكات جنسية مستمرة من قبل المحققين ومسؤولي السجون، خاصة أولئك اللاتي قبض عليهن وهن في حالة هروب على مشارف حدودنا مع الدول المجاورة. بالإضافة إلى ذلك أشار المطلق سراحهم إلى استشراء الفساد الإداري كالرشوة والمحسوبية، وأن أبناء وأقارب المسؤولين الذين يقبض عليهم لأسباب مختلفة يتم الإفراج عنهم في فترات قصيرة. من جهة أخرى أكدت مصادرنا من مدينة أفعبت بإقليم الساحل أن المعتقلين المتواجدين بالسجن معيطر يعانون من انتشار أمراض الملاريا والتيفود، وقد أدى ذلك إلى وفاة 2 من المعتقلين في 11 من هذا الشهر، وهما في طريقهما إلى مستشفى بارنتو للعلاج بواسطة سيارة نقل، وجاءت وفاتهما نتيجة لعدم حصولهم على الإسعافات الأولية. كما توفي بتاريخ 18 من هذا الشهر وفي نفس المعتقل 3 من المعتقلين، من ضمنهم امرأة، نتيجة تعرضهم لمرض مجهول تسبب في معاناتهم بالإسهال وارتفاع شديد في حرارة الجسم واستفراغ مستمر وعدم حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، مما أدى إلى وفاتهم فورا. الجدير بالذكر أن إريتريا تشهد منذ فترة ليست بالقصيرة، خاصة بعد سبتمبر في عام 2001، اعتقالات تعسفية طالت الآلاف من المواطنين الذين لم يتسنى لهم الحصول على أبسط الحقوق القانونية، سواء تقديمهم إلى المحاكمات عادلة أو معرفة أماكن اعتقالهم أو الاتصال بذويهم. وتعج السجون والمعتقلات التي انتشرت كالسرطان في بقاع الوطن بالمواطنين والمسؤولين والصحفيين الذين طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية، فضلا عن أصحاب المعتقدات الدينية من الطائفتين الإسلامية والمسيحية. في إطار ممارساتها التعسفية، قامت أجهزة أمن النظام بتاريخ 14 من سبتمبر باعتقال 11 مواطنا من سكان منطقة راس دامة بضواحي مدينة عصب بحجة أنهم ينشطون في مساعدة الشباب على الهروب من البلاد، وقامت بالاستيلاء على ممتلكاتهم المتمثلة في 4 مراكب صيد، وزجت بهم في معتقل يطلق عليه عبد نفاس. وأكدت مصادر إذاعة المنتدى إن النظام وتنفيذا لسياسة التهديد والوعيد التي ظل يتبعها في تعامله مع المواطنين، قام بتحذير سكان رأس دامة بعدم الاتصال بقوات الدفاع الإريترية بأي شكل من الأشكال، وإذا ثبت العكس سيكون مصيرهم الاعتقال. جاء ذلك في اجتماع عقده عقب عملية اعتقال المواطنين المذكورين والذين ينشطون في حرفة صيد الأسماك. والجدير بالذكر أن النظام الذي بدأ منذ فترة طويلة بتحميل المواطنين تبعات سياساته الرعناء يقوم من حين إلى آخر باعتقال ذوي الهاربين من الخدمة العسكرية ما لم يدفعوا 50,000 نقفة كغرامة لهروب أحد أبنائهم. وتؤكد تقارير رسمية صادرة من المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن هروب المواطنين الإريتريين بمعدل 300 شخص في كل شهر. أكدت مصادر إذاعة المنتدى من السودان باستمرار اختطاف اللاجئين الإريتريين بضواحي مدينة كسلة، وتقوم به مجموعات من قبيلة الرشايدة الذين يطالبون ذوي المخطوفين بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 5,000 إلى 7,000 دولار أمريكي، وذلك نظير الإفراج عن أبنائهم. وحسب تصريحات إحدى المفرجات عنها رفقة أبنائها لإذاعة المنتدى بالمنطقة، أشارت إلى تعرضها إلى انتهاكات جنسية أثناء فترة الاختطاف، وأنها تم الإفراج عنها عقب دفع المبلغ المطلوب. وفي السياق ذاته اختطفت بتاريخ 20 من شهر سبتمبر الحالي 6 فتيات إريتريات كن في طريقهن للخرطوم قادمات من معسكر الشقراب، وذلك بمنطقة حجر في ضواحي العاصمة السودانية.
وذكر لاجئون كانوا يرافقون الفتيات المختطفات بأنهم تعرضوا عند الساعة 10 مساء لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، وقاموا بتهديدهم بالقتل، ولكن اكتفوا باختطاف الفتيات الست واختفوا، ولا يعرف مسيرهن أو مكان تواجدهن حتى اللحظة. من جهة أخرى، تعرضت سيارة كان على متنها لاجئون إريتريون وهي في طريقها من مدينة القربة إلى الخرطوم إلى حادث سير أدى إلى إصابة العديد من اللاجئين بجروح متفاوتة، ويتواجدون الآن بمستشفى كسلة لتلقي العلاج. وحذرت مصادرنا من السودان إلى أن الطريق البري الرابط بين الشقراب والخرطوم يعج بعصابات الإتجار بالبشر، ودعت اللاجئين الإريتريين إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية أثناء السفر بالطرق غير الشرعية. ويذكر أن السنوات القليلة الماضية شهدت الحدود السودانية الإريترية انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر، اتهمت بالضلوع فيها الأجهزة الأمنية في كل من إريتريا والسودان ومصر حسب تقارير إعلامية وحقوقية صدرت مؤخرا. صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة منتدى الأربعاء، حتى نلتقيكم في مساء جديد بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي وزملائي يوسف بوليسي وآمال علي وفريق صوت المنتدى. إلى اللقاء.